السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هعمل معاكم النهاردة ايس كريم المانجا. مكوناته بسيطة خالص يا بنات. تعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا ومقاديرنا ايه. معايا مانجا مفرزة يا بنات، ومعايا سكر بودرة كريم جانتيه، معايا كوباية من الحليب. هنعمل الكلام ده كله في الخلاط على طول، مش هياخد معانا وقت خالص. نزلت اول حاجة المانجا اهي، ضربتها في الخلاط من غير اي حاجة خالص. هبتدي بقى احط عليها بقيه مكوناتي. هحط عليها 3 معالق كده مليانين من السكر، 3 معالق كبار، و3 معالق برضو زيهم من الكريم جانتيه، وحطيت كوبايه الا ربع من الحليب. كل الكلام ده برضو نضربه كده في الخلاط اهو. بصوا اللون بتاعه بقى ايه، هنحط لون طعام غذائي اهو عشان نظبط اللون بتاعه. واحط معلقه من عسل الجلوكوز، معلقه واحده بس يا بنات اهي. ولما نيجي بقى نضربها في الخلاط تاني، اضربه بضربات متقطعة علشان الخلاط بتاعكم يعني ما يتكسرش، عشان بيبقى عسل الجلوكوز جامد شوية اهو. كده خلص خلاص معايا يا بنات اهو، مخدش معايا وقت خالص زي ما انتوا شايفين. جبت بقى كوبايات كده وابتديت اصب فيها بالطريقة اللي تعجبك. ممكن تحطيه في علبة وحطيه في الفريزر لما يجمد وابتدي قدميه. انا حطيته اسرع في الكوبايات وهقدمه فيها اهو يا بنات. تيجي بقى نحطه في الفريزر لحد ما يجمد وبعدين نطلعه ونشوفه مع بعض. بجد تحفه يا بنات ولونه حلو قوي اهو. كده جمد معايا اهو. جبت بقى شوكولاته كده هزوق بيها عشان شكله يبقى حلو اهو يا بنات. حاجه بقى ترطب على قلبنا كده في الصيف والحر ده اهو. وفاكهه طبيعيه طبعا زي ما انتوا شايفين اهو، جميل جدا. جربوه بقى وقولوا لي رايكم فيه ايه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.